عزيزي الزملكاوي، مرحبا بك في نادي الزمالك. بدأ الموسم قبل ما يبدأ. اخبار بقى ودلع نادي الزمالك يا باشا. انت زملكاوي فاهم، وانا فاهم، وانت فاهم، والراجل اللي قاعد جنبك ده فاهم. الزمالك ذا ماستر اوف سسبنس، لازم يديك شويه اثاره، لازم يبدأ الموسم قبل ما يبتدي. الخبر ده رحيل جون ادوار. هنتكلم على كل حاجه النهارده. ليه رحل؟ ليه جه الراجل اصلا؟ واحده واحده كده، صلينا على النبي. لايك، سبسكرايب، روق على اخوك. هندردش شويه مع بعض، وعندك اي حاجه قولها في الكومنتات، احنا مع بعضينا للصبح بامر الله. بس نبدا بسؤال: لماذا جاء جون ادوار؟ جاء مجلس الاداره من هنا ومن هنا ومن هنا وكذا مكان. يعني الناس دي اداريا، واحد مثلا ماسك بنك، واحد مش عارف شركه مش عارف مين، واحد مش عارف. فالناس دي اداريا في الشركات كده، بس في الكوره ما يعرفوش عنها حاجه خالص. تمام. فقال لك بس يا باشا، انا اجيب ايه؟ انا اجيب مدير رياضي او مدير كوره كده يدير الكوره في الفريق، وهو يبقى في وش المدفع. حصلت حاجه شيل الليله، ما حصلتش حاجه احنا ايه مع بعضينا. تمام. قال لك نجيب مين؟ واحد اجنبي. قال لك لا، عندنا فرده اسمها جون ادوارو. بصراحه هو فرده، فاحنا نجيب الراجل ده ونشوف الراجل ده عايز ايه. طب نبدا واحده واحده كده بالراحه. فجبنا الراجل، قلنا له تعالى يا باشا. كانت الدنيا حلوه والكود مفتوح ومفيش اي مشاكل خالص. نركز شويه مع بعض. الدنيا كانت في ايه؟ في الدلع. عندنا شويه قواضي بس في اللذيذ بالراحه. دخل يا باشا، سلام عليكم. وعليكم السلام. يا رجاله معاكم كام؟ والله احنا معانا جنيه. حجبنا لنا الصفقات بالجنيه وخلصت الحكايه. معناش اكتر من جنيه. انا بديك مثال. فدخل الراجل جاب الصفقات بالجنيه، وجاب لك لعيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وخلصت الحكايه. وعمل لك موسم اعجازي. ايه؟ اعجازي، مش هيتعمل زيه تاني. فالراجل نجاحه في الموسم اللي فات ده نجاح مبهر، نجاح محدش هيعمله لا قبل كده ولا بعد كده. تمام. فالراجل جاب لك اللعيبه واشتغل لك الشغل وتمام. قال لك بقى جون ادوار بياخد نسبه، مش عارف بياخد ايه يعني بياخد نسبه من مين، عشان بس ايه واحده يا جماعه. اقسم لك بالله، نادي الزمالك ما بيكسبش شبه الاهلي. يعني اللي بيمسك الزمالك ما بياخدش فلوس شبه الاهلي. لا، دي قصه ودي قصه، صدقني والله العظيم ثلاثه. حتى انت باين قوي يعني. هنا في مليارات وهنا في جنيهات، يعني باينه قوي ما بين هنا. فموضوع ان هو بيكسب من ورا الزمالك ده شيء مستحيل. صدقني ما حدش بيكسب من ورا الزمالك، حتى الجمهور بيخسر. فانت برضو تركز معايا شويه يا برنس بالله عليك. تمام. فالراجل جاب لهم الصفقات. هوب، ايقاف كده. طب يا عم انت مش متفق معايا على جنيه؟ دلوقتي في مشكله اهي، ما تحل المشاكل اللي انت قلت لي هتحلها. قال له لا، اصل انا معيش ومش معيش، وهم دول اللعيبه اللي هتكمل بيهم الموسم وخلاص. ايقاف كده، ما عنديش اكتر من كده. تمام. تمام. خلصنا من المشكله دي، خلصنا منها. دخلنا بقى على ايه؟ ايقاف القيد، ومفيش غير اللعيبه دي. قال لك خلاص يا باشا، انا هشتغل ورزقي على الله. هنكمل بموسم من وجهه نظري اغرب موسم في تاريخ الكوره في الدوريات العالم كلها. يعني مفيش فريق بالامكانيات دي، بالمشاكل دي، بكل الكعبله اللي حواليه كان ممكن ياخد دوري، كان ممكن يوصل لنهائي كونفدراليه. مفيش، انسى. انت اول الموسم الاستوديوهات التحليليه كانت بتتريق تريقه على نادي الزمالك. مفيش يا باشا. اقول لك يا باشا، ده نادي الزمالك الموسم اللي جاي يا جماعه لازم يفكر ان هو ياخد تالت عشان يوصل كونفدراليه. فهمت ازاي؟ ودونا في حته تانية خالص، ودونا اللي احنا مش موجودين اصلا الموسم اللي جاي. وكان طبعا الاهلي كان جايب بن شرقي وبن يمين وبن مش عارف إيه، كان جايب لعيبه بقى، كان جايب لعيبه يمين وشمال وفوق. جايب يا باشا راجل صارف صرف جميل. تمام. فخلاص الفرق ما بين القوتين صعب بعيد. بدأ الزمالك يكسب، الاهلي بيتكعبل، الزمالك متصدر نهائي مش عارف ايه، دنيا حلوه وعندك ايقاف قيد، لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، والراجل عمال يلم الليله، يجيب من هنا شويه ويجيب من هنا شويه ويظبط الدنيا. الدنيا اتظبطت. هوب، موسم اعجازي، موسم اعجازي. فالراجل اللي عمله عمل ايه؟ عمل موسم. فنجاح جون ادوارد ده نجاح مبهر، مبهر. لو هتتكلم من هنا لبكره، يعني من هنا للسنه الجايه كمان مش هتوفي اللي عمله جون ادور. فنجاح جون ادور هو راجل ناجح. طب نيجي بقى لمجلس الاداره. واحد يقول لي طب يا باشا صلي على النبي، طب ما مجلس الاداره هو اللي جاب جون. ما مجلس الاداره برضه كان عنده رؤيه، هو اللي كان بيبص وكان بيعمل جميع. انا معاك، وكان عنده مش عندي مشاكل. انا معاك في كل حاجه اقسم لك بالله. بس واحده واحده كده نشوف مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان، وندي كل واحد حقه. انا ما عنديش مشكله ادي كل واحد حقه. نيجي لمجلس الاداره. تمام. احنا كده جون ايه؟ تمام. خلص الموسم. هنيجي بقى جون مشى ليه بقى؟ تمام. خلص الموسم. طب مجلس الاداره كان عنده مين؟ كان عنده مشكله والثانيه والثالثه، ايقاف قيد وكعبله ووجع دماغ وطالع عين امه. بس في جزء بتاعه نتكلم بحق الله، وفي جزء مش بتاعه. تمام. اللي قبل منه شال شيله مش بتاعته برضه. اللي قبل منه كان عنده اجوجو ومات. فانت بتتكلم المصايب بتتنقل.
يعني انت مجلس الاداره ده بيدي مجلس الاداره اللي بعده مصيبه، فمجلس الاداره بيروح جاي حاطط نص مصيبه فتكمل فتبقى مصيبه كوكتيل. ده كوكتيل اعشاب. ده طول عمره الزمالك كده، مصايب بتسلم مصايب. فانت باشا عارف ان انت مش جاي جنينه ورديه، انت عارف ان انت وانت جاي الدنيا متكعبله، فجبت لك صفقات كعبله الدنيا اكتر. تمام، جزء بتاعك وجزء مش بتاعك. حلتها ولا لا حلتها؟ سقفه. ما هنتكلم بما يرضي الله يا ابو يا ابو علي. انت انا ايه ده، واحده واحده بالراحه. تمام. فانت باشا لحد دلوقتي زي الفل، واحنا هنبدا بقى الموسم اللي جاي على نضيف. عندك وقت، عندك كاس عالم مش عارف ايه، لعيبتك راحت وعندك شهور تعد فيها براحتك، تسدد ديونك سددتها. طب مستحقات اللعيبه لحد دلوقتي ما نزلتش التدريبات. مفيش لعيب نزل، كله بيتمرن لوحده. شحاته بيتمرن لوحده، منسي بيتمرن لوحده، مش عارف مين طب ايه يا جماعه، مش هنلم الفريق ده نلعب مع بعض ولا ايه؟ ده فريق كوره على فكره، يعني احنا مش بنلعبه مثلا كوره لعبه فرديه، لا ده فريق كوره، يعني من هنا ومن هنا وكلنا هنلعب مع بعض ان شاء الله. تمام. فاول كارثه، انت كنت مخلص السيزون مش عارف انت هتعمل ايه في السيزون اللي بعده، انت داخل على الله ان شاء الله خلصت، هي انا كسبت. طب وبعدين يا ابني انت عاوز تعمل ايه؟ فقال لك لا يا باشا احنا هنعمل جنيه، هنسد القيد وهنجيب صفقات ونجيب مدير فني اجنبي. جميل جميل جدا. بس خلاص مشينا مدير فني اجنبي، الراجل بيدور عشان ادوار هنا وهنا وهنا وهنا، وتتفق او تختلف. معتمد جمال عمل موسم تاريخي برضه، بس هل هو من وجهه نظري انا رجل المرحله الجايه؟ لا. بما يرضي الله، بما يرضي الله، بكلمك بما يرضي الله. معتمد جمال مش راجل المرحله القادمه. انت لما جبت معتمد جمال جبته في ريسك. يعني ايه في ريسك؟ كنت واخد ريسك وكنت رايح في داهيه، واخد واحده في نص وشك كده فمفيش مشكله، فالدنيا ايه رايحه بداهيه، فالراجل ده وداك في داهيه فبقى داهيتين فخلصت. عارف انت لو ضرب الاعور على العين ولا خسران خسران جميل؟ لا، انت ولا ضرب الاعور على العين ولا حاجه، انت بادئ موسم. فانا من وجهه نظري مدير فني قال لك بس يا باشا ندور. طب يا باشا دور شمال يمين، طب معناش فلوس. طب يا باشا انت بتبعتني تاني، يعني انا مثلا مكان جون انت بتبعتني تاني، يعني انت تاني مره برضو. يعني انت السيزون الاول قلت لي خد مش عارف ايه وهسد ريت قواضي ووجع دماغ وعديت لك الليل. جميل جميل. اللعيبه ما كانتش بتاخد المستحقات بتاعتها وكنا بنعدي وزق والدنيا كانت بتمشي. جميل جميل. تيجي الموسم اللي بعده تقول لي عاوز مدير فني اجنبي، يقول لك لازم مدير فني اجنبي، فتقول لي معيش فلوس. طب يا عم انا قايل لك من بدري يا عم، يا عم انا قايل لك يعني الفكر اللي جاي مدير فني اجنبي مش مدير فني مصري. لحاجات كتير جدا يا جماعه. معتمد جمال على دماغي والله العظيم من فوق، اللي عمله تاريخي، بس مش رجل المرحله القادمه، مش بتاعته اللي جايه، شيله تقيله عليه. فانا ليه اشيله فوق طاقته ولما الراجل يعني يبقى اعتبر انا بعدمه؟ ده اعدام. يعني معتمد جمال لو السنه الجايه ما حققش افريقيا اعدام، مش بهزر والله. انت عاوز افريقيا السنه الجايه تعمل مدير فني اجنبي عادي بتشط ايده ورجله وخلصت، بس انا اقسم بالله لمصلحته ما يمسكش. السنه اللي جايه مفيش حجج، اعدام، هتطير. تمام. فانا من وجهه نظري معتمد جبل مش موجود. قال لك خلاص دورت بصيت مفيش. طب يا عم انت بتشتغلني، والله معناش فلوس. طب هتعمل ايه؟ المشكله بقى اللي مشت جون ادوارد هي مشكله شركه الكوره. قال لك احنا عاملين شركه كوره وهنجيب فلان وعلان وبتاع ومستثمر. جميل جدا، هنتكلم في كل وجهات النظر. تمام. قال لك بس نسبه الزمالك كام؟ الله ينور عليك، 49% ونسبه المستثمر 51%. غلط. يعني دي النقطة الوحيدة اللي جون أودور فيها غلط. بكلمك بما يرضي الله، ما ينفعش. لازم تبقى أنت مسيطر على النادي بتاعك، لازم تبقى عارف مين اللي رايح ومين اللي جاي ومين اللي طالع ومين اللي داخل، لازم تبقى أنت مسيطر عشان المستثمر يوم ما يضايقك تقول له شد ومد. خلصت. اتكل على الله يسهل لك الحال ويسهل لي الحال ويبارك لنا احنا الاثنين في عيالنا. روح ابويا الله يسهل لك الحال. خلصت الحكايه. لكن لو هو قال لك كلمه هيركبك بالدغري كده وبالكلام بالراحه، لا هيركبك. مفيش، ما عندوش مشكله خالص يقول لك اقفلني النادي ده بكره، فلوس يا باشا. فدي غلط. بكلمك بما يرضي الله، هتوفر لك فلوس جميل، بس الفلوس دي انت مذلول بيها. فدي نقطه كانت غلط من وجهه نظري، وما فيش عليها ميدو وما فيش عليها احمد سليمان وما فيش عليها مجلس الاداره، عندهم حق في النقطه دي. بما يرضي الله لازم برضو ايه، ندي كل ذي حق حق. تمام. تمام. نخش على اللي بعده. النقطه الثانيه هي المدير الفني. قعدوا مع بعض، لا اجنبي لا مصري، لا معيش فلوس لا معايا، هوب خلصت الليله ومشى جون. طب احنا هنعمل ايه في اللي جاي؟ مجلس الاداره اللي موجود ما بيفهمش كوره. مش عيب، هو مش عيب حضرتك. فانا اجيب ناس بتفهم كوره، محبين للنادي. ونيجي بقى هنا، معلش انا اسف، انا عاوز الواحد عايز يطلع يقعد فوق. محبين للنادي، محبين للنادي، محبين للنادي، محبين للنادي، محبين للنادي. ليه بقى؟ لان انت عندك زملكاويه اسامي بس.
اسامي اقسم لك بالله، هم بيعدوا كده اسامي، هو بس باخد ملمين، هو بيطلع مثلا في قناه فلان وقناه علان وقناه حبيشه والكلام ده عشان بس ايه، يمسك ملمين، هو تبع الزمالك فبيمسك ملمين، بس ان هو يفيد الزمالك حتى في رايي مفيش، حتى في صفقه مفيش. يعني بالنسبه له لو واحد هيديله، لو الاهلاوي هيديله 10 جنيه زياده يقول له يلا يا باشا يلا بينا. فعايزين محبين للزمالك الفتره القادمه. عندك ميدو بيحب الزمالك، عندك عبد الحليم علي بيحب الزمالك، عندك حازم امام بيحب انا عايز الناس دي، انا عايز الناس دي تقول كلمتها، الناس دي تفهم كوره ومحبين للزمالك. والله يا باشا احنا عندنا 1 2 3 4 هنعمله تمام، لان الموسم اللي جاي انت عندك وقت، انت لسه لحد دلوقتي مفيش فتره اعداد، مفيش 5 قعدوا مع بعض بيتمرنوا بيلعبوا كوره خماسي يا راجل انت. فالدنيا الفتره الجايه مش سهله يا باشا. انت عندك موسم احنا بنتمناه، افريقيا بقى 3 سنين مش بنشم دخولها، فدخلناها ابوس ايدك، وعندك عناصر كويسه تبني عليها، انت كده بتهد المعبد، بتهده على دماغنا كنا الجمهور كده كده مع الزمالك، راح نزل طلع شمال يمين مع، واحنا مع الزمالك. فاتمنى برضو الاعلام، نقطه باشا دي نقطه هنا كده وتشد لي سطرين تمام. الاعلام خلاص بقى اطلع طبطاب، خش يا باشا كسر لي في الزمالك، شوف لي الزمالك بيعمل ايه، كسر دغدغ فيه، ما خلاص بقى الفتره الجايه الزمالك هيبقى مستباح. جون ادوار ماشي عشان مش عارف ايه، جون ادوار ماشي مش عارف ايه، هو بقى لو محترم وبيحبنا هو راجل محترم، يسيبه من اللقاءات التلفزيونيه، عشان هو لو طلع في اللقاءات التلفزيونيه هيشوهنا كلنا. فاتمنى جون ادوار يبقى ختامها مسك عشان خاطر جمهور الزمالك، اتمنى الرساله دي توصل له، ما تطلعش في برامج بالذات مع القهوه، عشان القهوه دي هتجيبك. انا فاهم، هقول لك بقى كانوا بيعملوا ايه، عارف انت الشغل السسبنس ده انا مش عايزه، وحياه عيالك لو عندك عيال ما تطلعش قهاوي ولا كافيهات. كانها كانت ايه سنه كده حلوه ولذيذه وخلصت وخلصنا، والدنيا بقت حلوه وجميله. ما تطلعش بالله عليك عشان خاطر جمهور نادي الزمالك الفتره القادمه في الاعلام. هنعمله ايه الفتره القادمه؟ لازم محبين الزمالك يتجمعوا مع بعض، نشوف هنعمل ايه الفتره الجايه. مجلس الاداره ما عندوش كوره، هيلبسنا في 6 حيطان ورا بعض فولاذ، اللي هو هتيجي تخش هتقع وانت واقف تمام. ما تلعبوش في حاجه، مجلس الاداره سيبوها زي ما هي كده لحد ما يجي حد بيفهم في الكوره، ما تلعبوش في حاجه، سيبوها زي ما هي. قدرنا وقدري وقدر الراجل اللي قاعد ده، كلنا قدرنا زملكاويه والحمد لله يا رب العالمين. لو عجبتك الحلقه تعمل لي سبسكرايب ولايك وتفعل الجرس، هتلاقي الجرس موجود تحت او ترنه. سلام عليكم.